تعالى اقول لك ايه اللي هيحصل لك لو انت رياضي وبطلت سجاير. تخيل انك تبطل سجاير وجسمك يبدأ يتغير او يتطور يوم ورا يوم. ركز معايا وهتعرف ايه اللي هيحصل لك كرياضي لو خدت القرار النهارده. 24 ساعة بالظبط مستوى الاكسجين عندك بيعلى. اي نعم انت ممكن هتحس بصداع او في حاجة متغيرة عندك، بس صدقني هتبدأ تحس ان نفسك بقى اطول ومش بتهنج بسرعة. بعد اسبوعين لثلاث شهور جسمك بيبتدي يتأقلم والدورة الدموية بتتحسن. مجهودك في التمرين بيزيد وجسمك بيستحمل اكتر، زي الفتنس والكارديو في التمرين كله بيبقى سهل عليك. من بعد 3 شهور لحد 6 شهور الكحة وضيق التنفس والنهجان بيقل بشكل كبير. الاستشفاء للعضلات بعد التمرين بيبقى اسرع، نومك بيبقى اهدى، وصحتك الصبح بتبقى انشط. انا اقول لك ايه اللي هيحصل لك بعد سنة بعد ما تبطل سجاير. هتقلل في امراض القلب والرئة، وده يعتبر هيقلل نص. جسمك هيبقى كويس وطاقتك هتبقى اعلى، ونتائج تمرينك هتبقى اوضح واحسن بشكل كبير. كل يوم من غير سجاير جسمك بجد بياخد خطوة لقدام. يعني كل تمرينة بعد قرارك بعد ما بطلت سجاير بتساوي اضعاف التمارين اللي قبل كده. لو عايز تبقى رياضي فعلا بطل دلوقتي.